تنمويا دائما تشكل الندوات والمؤتمرات الكبرى بقليميم أحد الأوراش الكبرى التي تم تدشينها خلال زيارة جلالة الملك محمد السادس للمنطقة. هذه القاعة التي تم تدشينها وبعد اكتمال أشغالها أضحت اليوم أحد المعالم الأساسية بالإقليم، وأصبحت تشكل قيمة مضافة واستثنائية بالأقاليم الجنوبية. ريبورتاج حفظ محضار وخالد تريكسي. على مساحة تمتد لهكتارين ونصف أنجز هذا المركز الخاص بالمؤتمرات والندوات الكبرى، والذي يصبح بعد إتمام أشغاله أحد البنيات الضخمة على الصعيد الوطني، مركز استقبال يضم مرافق متكاملة، منها قاعتنا متعددة الاستعمالات طاقتها الاستيعابية تتسع ل800 شخص. قاعتنا مجهزة بأحدث تقنيات الإنارة والصوت، والتي ستؤهل المدينة لاحتضان أضخم الملتقيات الوطنية وحتى الدولية. رأت النور بعد أن أعطاها صاحب الجلالة نصره الله الانطلاق لأشغالها في الزيارة الميمونة لسنة 2007، والحمد لله الآن جاهزة للعمل. ونتمنى من ساكنة المنطقة ككل، هي ليست لمدينة قليم فقط، فهي لكل هذه المناطق المجاورة يعني المنطقة ككل. هذه المعلومة اللي ندار دابا في مدينة قليم احسن معلمه اللي شفنا لا ما شفتها لا في الرباط ولا في الدار البيضاء وفي يعني انا تنشكر الناس اللي ساهموا في هذه القضيه من بعيد ومن قريب. هذه البنيه التي تشمل ايضا قاعات للورشات واخرى للاجتماعات، فضلا عن فضاءات للعروض ومرافق اضافيه، كلف انجازها حوالي 60 مليون من الدراهم، مبالغ عبأها العديد من الشركاء تكاثفت جهودهم لتمكين هذه المدينة من مركز ندوات يليق ووزنها على المستوى الوطني. وهذا اليوم كيخلي الحاضرة ديال حضرة واد نون وعاصمة الجزائر قليم السمارة أن يمكن تحتضن أي لقاء وأي مؤتمرات، وهذا في حقه ما يزيدنا إلا فخر. وكنظن بأنه الكلام اللي كان ينقال درك مدة ديال 5 سنين ولا 6 سنين والمخطط اللي كان قام به المجلس الحالي هو تحقق على أرض الواقع. بنية ضخمة كانت إحدى ثمرات زيارة الملكية الميمونة لمدينة قليميم، التي تعتز اليوم باحتضانها لأكبر قاعات الندوات والاستقبال على صعيد الأقاليم الجنوبية.